السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وحشيني قوي قوي من الفيديو اللي فات. صلوا على النبي يا حبايبي. ونخش بقى. رحت النهارده من السوق، جبت شويه حاجات من السوق. النهارده باذن الله عندنا هنعمل لازانيا بطريقه مختلفه، ونعمل بقى بانيه متشوح. مش بانيه، هو فراخ زي مقطعه زي فيليه بانيه كده اهو، بس متشوحه على الطاسه، مش محمره في الزيت. نسمي بالله حبايبي، وندعي لحبايبنا في غزة يا رب يفك كربهم. ونبتدي نقول بسم الله. ما تنساش اللايك والشير وتشتركوا حبايبي في القناة. هنا بقى ضربت بقى ايه شوية بقى، اسمه ايه ده، بصل مع قوطة. ضربتهم في الخلاط وعملت عليهم فلفل وملح كده وليمون. ما بعملش اكتر من كده. وهو نقعهم المفروض تنقعهم البارح. انا نقعتهم في ساعتها، يعني عملتهم في ساعتها، ما خليتهمش ما بيتوش، بس المفروض لو باتوا في التتبيله بيبقوا احلى يعني. هنا فرمتي بصلتين بقى، نعصج اللحمه بقى اللازانيا بقى. اللازانيا حبايبي الباستا دي انا بسلقها في الميه. ما بعملهاش كده كده، بتبقى ناشفه وبس. لما بتسلقيها بتبقى طريه وجميله زي الفل. يعني عصجت اللحمه حبايبي، حطيت عليها ملح وفلفل وماجي، بس ده انا بحطه. بعد كده احط عليها الصلصه، عشان تبقى الصلصه دي بتخليها طريه برضو، وبتخليها ملزلزه جميله. فاهمين يا حبايبي؟ بقى البشاميل هنا بعمله على البارد. لأول مرة يعملوا على البارد بيطلع أحسن. أنا على طول عملته بالطريقة دي والطريقة دي، بس الطريقة اللي عجبتني هو على البارد. تحطي عليها شوية فلفل وماجي وملح، وتحطي الدقيق بس ما تخليه خفيف، ولبن. خلصت كده حبايبي. كده بفرش فرشة بقى كده بتاعت البشاميل الأول، وبعد كده بستف البسطة، وبعد كده بحط عليها لحمة مفرومة، وبعد كده بعمل طبقة تانية. أنا عندي الصينية كبيرة ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ ما تنسيش تكتبيلي كومنت حلو كده اهو، تقولي انهي بلد بتتابعيني عشان اتشرف بيكي، تبقي اختي وحبيبتي. ستفها حبايبي كده في الطاسة. انا عملت طبقتين. لو عاوزة تعملي حتى 3 طبقات مش مشكلة يعني، عشان بس انا عندي الصينية كبيرة. اللازانيا احسن حاجة تسلقيها تبقى طرية معاكي وجميلة يعني، عشان متبقاش ناشفة في الصينية. لو ما اتسلقتش بتبقى ناشفة. دخلتها حبايبي الفرن، اتعملت اهو. وبعد كده حطيت عليها الجبنه، وبعد كده هنشوح البانيه في الطاسه. مش هعمل له ولا زيت ولا بصومات ولا اي حاجه. يتشوح بقى كده في الطاسه، يبقى جميل قوي اهو. اهو حبايبي خلاص بقى كده نحمر بقى البانيه ده في الطاسه كده من غير زيت ولا حاجه، ونقدمهم بالهنا والشفا. بس كده حبايبي. ما تنساش تكتبي لي كومنت كده حلو اهو من عندك، تقولي انهي بلد بتتابعيني عشان اشرف بيكي، والقناه تكبر بيكم باذن الله. يلا حبايبي، الهنا والشفا، واستنوني في فيديو جديد.